تعرفي ان انت بمعلقه سكر واحده هتخزني الليمون من السنه للسنه، وكمان بره التلاجة وبره الفريزر. انا عارفه ان انت ما شفتهاش قبل كده، بس تعالي بقى شوفي الجديد واحكمي انت بنفسك. الناس كلها بتشتري الليمون طول السنه ب120، وانا عندي ليمون طازه فريش. بصوا بقى، انا هحتاج لاربع معالق كبار من الملح، عليهم بنفس المعلقه 4 معالق من السكر، عليهم هضيف 8 كوبايات من الميه. انا مستخدمه الكوب المعياري اللي هو ما يعادل اللي هو مج الشاي العادي بتاعنا. تمام كده، هقلبهم كده على البارد، وهبدأ ان انا ارفع المية بالملح والسكر دي على النار. انا عاوزة المية دي تغلي معايا غلو، يعني بعد ما تغلي كمان مرحلة الغليان بسيبها كمان لمدة دقيقة في الغليان. يعني المية دي هتغلي، وبعد ما هتبدأ تغلي بسيبها دقيقة وهي بتغلي، وبعدين اطفي النار وهسيبها زي ما هي. معايا الليمون، انا جايبة الكيلو ب10 جنيه، وهو ده الليمون بتاع الخزين يا جماعة. الليمونة الناشفة الخضراء، الليمونه الناشفه، ما نروحش بقى نشتري الليمون الاصفر اللي هو جلدته دايبه. لا، الليمون الموجود دلوقتي اللي العربيات بتلف بيه هو ده ليمون التخزين مش غيره. معايا 2 كيلو جايبهم ب20 جنيه. تعالوا شوفوا انا هخزنهم ازاي. بجيب نقطه واحده من الزيت مع منديل مطبخ او اي مناديل موجوده عندكم. الليمون بتاع التخزين ما بيتغسلش، ممنوع نضيف عليه ميه خالص. ببدأ ان انا اجيب مسحة الزيت وبمسح الليمونة كلها، بمسح الليمون كله. على فكرة نقطة الزيت دي هتكفي ال2 كيلو ليمون زي ما انتوا هتشوفوا. اهم حاجة ان انا ما جبتش عليه مية خالص قبل ما امسحه بالليمون بالزيت. عملت كل الكمية بنفس الطريقة. تمام كده، هو ده الليمون معايا اتمسح كله بمسحة الزيت. هبدأ بقى ان انا اجيب اي بقى برطمانات موجودة عندك، ازاز او بلاستيك مش هتفرق معاكي. انا كلنا عندنا البرطمانات دي او غيرها او مكان اي حاجة. وهبدأ بقى ان انا ارص فيها الليمون بالشكل ده. تمام كده، تمام. بعد ما رصيت كده اللهم بارك، انا عملت 3 برطمانات، وانت طبعا ممكن تضاعفي الكميه، انا لسه هجيب كميه تانية واعملها. هبدا بقى ان انا ارجع تاني للميه. الميه دي يا جماعه خلاص بعد ما غلت انا سبتها لغايه ما هدت معايا، بس لازم تغلي، ولازم نسيبها كمان بعد الغليان دي. هبدا بقى ان انا اعمل كده محلول الليمون. محدش بقى يقول لي ان الميه هتبوظه ولا الكلام ده، لان اصلا انا مسحت الليمون بالزيت، فبقى عازل اصلا على الليمونه. ده اول طريقه. وده بقى يا اما نسيبه بره التلاجة ويستنى معانا شهر كامل، يا اما ندخله التلاجة ويستنى معانا من 4 شهور ونص ل5 شهور. تعالوا لطريقة تانية، وبرضو لازم يكون الليمون بتاعنا ممسوح مسحة من الزيت. ببدأ ان انا اجيب استريتش راب وافتحه بالشكل ده كده، واعمل فيه الليمون، وافصل كل ليمونة لوحدها بالطريقة دي، واسحب بقى الليمون اللي انا عاوزاه ليمونة ليمونة من غير ما افتح على كل الليمون. طبعا انتوا فهمتوا الطريقة دي، بس طبعا مش كل الناس عندها استريتش راب، فالطريقة دي مش هتجدي مع الناس كلها. في طريقة تانية ان احنا نجيب ورق سلوفان، او كمان ممكن ورق كراسة عادية، وبرضه لازم اكون مسحه الليمون بمسحه من الزيت عشان اعمل له العزل كده من الرطوبه. وببدا ان انا اقفله بالشكل ده. ده بقى بيستنى بره التلاجة من 10 ل15 يوم، او يمكن ازيد على حسب بقى الجو عامل ايه معانا. لو الجو حر قوي طبعا هيقلل في عمره، يا اما يدخل التلاجة ويستنى معانا من 2.5 ل3 شهور. طبعا في طرق تانية لتخزين الليمون، بس بيكون عمر الليمون فيها اقصر. طيب هتقولولي بتفضلي ايه او افضل طريقة؟ افضل طريقة هو الليمون اللي في المحلول. الليمون اللي في المحلول ده انا كل 3 اسابيع بخرج الليمون ده، وافضي المحلول اللي انتوا شايفينه ده، وبعمل محلول جديد بنفس الطريقة، ملح والسكر ومية، اغليهم واسيبهم لغاية ما يبردوا معايا، وابدأ ان انا اضيف المحلول ده بعد ما صفيت المية القديمة. اظن بقى تسلم ايدك يا لول.